هو أنت جاي هنا تعمل إيه؟ معاكم كوتش علا سعيد، تنويم إيحائي وانتباه شعوري. صحيح، هو أنت جاي هنا تعمل إيه؟ يعني أنت جاي ترازي في الناس ولا جاي ترازي في نفسك ولا جاي ترازي في مين بالظبط؟ جاي تفرض قواعدك أنت على الكوكب؟ يعني أنت لما بتبتدي تسمع فيديو أو تشوف حد متخصص وتبتدي تسمع الوصف وتحس إن هو منطبق عليك، طيب ليه ما بتبتديش تاخد خطوات صح؟ ليه ما بتبتديش تشتغل على نفسك صح؟ تمسك ورقة وقلم وتشوف أنا 1 2 3 تمام، 1 2 3 مش تمام، واللي بايظ عندي كذا والسليم عندي كذا. ليه ما بتعملش ده؟ ولما بتختار كوتش أو دكتور أو مرشد أو أي حد متخصص، هو أنت متخيل إن هو اللي هيغير لك حياتك؟ امال انت شغلتك ايه؟ دورك ايه في حياتك؟ انت دورك ايه في حياتك؟ متفرج؟ يعني انت جاي بتتفرج على حياتك؟ انت جاي هنا تعمل ايه؟ ما هو هو اسمه كوتش او اسمه مرشد او اسمه معالج، تمام؟ هو مش هيعمل لك ده. حضرتك هتاخد الادوات اللي هو هيديها لك وتبتدي تشتغل بيها على نفسك لوحدك. ده طريق للحياة، واللي انت عايشه دي حياتك مش حياة الآخرين. فما حضرتك ما تجيش كنطع تستمتع وتطلب المعلومة مجانا وكمان عايزه يديلك العلاج، يا سلام، وكمان عايزه يغير لك حياتك. أنا عايزة أعرف أنت فين من كل ده؟ أنت فين مفاتيحك أنت؟ فين إرادتك أنت؟ فين رغبتك أنت الحقيقية إنك تعيش؟ ما هو لو حضرتك مش عايز تعيش، يعني في مجال إن أنت حضرتك تسيبنا وتمشي وتبقى ريحت نفسك وريحتنا معاك. عشان دفعت له فلوس مثلا، حضرتك بتدفع تمن المعلومة عشان تستفيد بيها، مش بتدفع تمن إن حد يعيش لك حياتك. خليك فاهم النقطة دي، خليك عارف إن أنت الدور الوحيد والأساسي في حياة حضرتك، مش أي حد تاني. أصل أصحابي سابوني، أصل الكوتش بتاعي اتخلى عني، أصل مش عارفة إيه. بص على نفسك، بص في ورقتك يا حبيبي، بص في ورقتك. دي حياتك انت، تخصك انت، ما تخصش الجنس مخلوق تاني. انت عايز تتغير، يبقى انت اللي تبتدي تاخد الخطوات. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انت اللي بتتغير، محدش بيغير لك حاجة. كل اللي بيعمله اي مدرب ان هو بيديلك ادوات تشتغل بيها، لان هو سبقك في الخبرة وفي التجربة وفي العلم وفي حاجات تانية. اتلحلح وبص على نفسك، بص جواك، ركز، الله يخليك ركز اذا كنت لسه مكمل معانا على الكوكب يعني.